نواصلوا معكم الكيفية الثانية، والكيفية الثانية هي كيفية اللي هي طاجين كويرات الشوفلاغ. ماهوش الدولمة تاع الشوفلاغ، الدولمة تاع الشوفلاغ نعملو طبعا مرقة ونعملو كذلك الشوفلاغ وين نحطوا له لا فياند هاشي. هذه ما فيهاش فياند هاشي، فيها تقدري تعمليها بالدجاج وتقدري تعمليها باللحم. للزوج مرقة بيضة باللحم ولا بالدجاج. إذا نبدأ بالمقادير اللي تحضريها باش تحصلي على هذه الكيفية اللي هي كويرات الشوفلاغ بمرقة بيضة. إذا تحضري، أنا هنا فضلت نعملها بالدجاج. تحضري طريفات نتاع الدجاج، طرف ولا زوج حسب العائلة، أو إلى اللحم تقدري ديريها باللحم تقدري ديريها بالدجاج. نحضروا لها واحد راس شوفلاغ صغير تقريبا واحد رطل تاع الشوفلاغ هكذا. نشرح الطريقة بعد. نحضروا حبة ولا زوج بيض، ناخذوا الصفار البيض فقط، صفار البيض فقط. نص حبة بصل قطع رقيق، حميصة هذه الكمية كميشة تاع حميصة، ملح، فلفل أكحل، والدرسة اللي نعملوا فيها انتبهي مليح واحد 3 فلاق ولا 4 تاع الثوم. إلا كان صغار 4، إلا كان كبار خذي زوج يكفي. وتخلطيها بالكروية، كروية والثوم، كروية والثوم. كروية حطي واحد نص مغرف تاع ماكلة ماشي معبرة نتاع كروية، وتحطي لها سنينات تاع الثوم اشي هكذا تبرشيه هكذا، وشويه نتاع الفرينه. هذا بالنسبه للمقادير. وما ننساوش باش نحطوا كذلك نحطوا شويه تاع سمن ومغرف تاع زيت، لخاطر نقلوهم في الزيت. دونك ما نعمروش، ما نديروش بزاف الزيت، دونك نعمل مغرفه تاع زيت وشويه فقط نتاع سمن. اذا ناخذ طنجره ونبدا ندوزنها عاديا. ناخذ الدجاج او طراف تاع اللحم، ولا كان الدجاج الاخت نعاود نذكرك دائما نحكيه مليح بشويه بعد اللي تشوطيه وتنقيه. عملي له الملح وحكيه مليح بالملح وشليه وخليه يقطر باش تروح له هذيك الرائحه. دونك تحطي طرف تاع الدجاج، نحطوا عليه البصل، نحط عليه التوابل اللي هي اولا نحط الملح طبعا، وما تنساش بلي في الشوفلاغ رانا غليناه في الماء ودرنا فيه الملح. اذا نقصي من الملح في المرقه. دونك الشوفلاغ ديجا عملناه فيه. نديروا الملح، نعمل شويه تاع الفلفل فوالا، ونمشي نجيب الزيت، نعمل مغرفة فقط تاع الزيت. مغرفة تاع الزيت، ونزيد معاه شوية نتاع السمن، كذلك شوية سمن. كاين ما نكترش بزاف، واحد نص مغرف ماشي معمرة نتاع السمن. حذاري اللي دام في رمضان. انا هنا نعمل هذه فقط. وما ننساش دائما ندير شويه، نعمل شويه تاع الماء قبل ما نسقي. فوالا شويه فقط، نوسيه هكذا ونحطه فوق النار. نار هاديه فوالا هكذا، نخليه يتقلى. ندي ما ننساش الحميصه بعد اللي نمرق،
وقبل ما نمرق شويه هاك نزيد هذه الدرسه اللي عملتها بالثوم والكرويه، نحطهم هنا وندير الغطيوه. والان نبداو راني في نفس الوقت نعس الطاجين تاعي، ما نخليش ينحرق. ناخد هذه نحطها هنا وناخد بالنسبه للشوفلوغ بعد اللي غليناه في الماء والملح تقطريه وهكذاك سخون، ما تخليش تيبرد. خذي شوكه الفورشات يبولي كرازي طلبزيه، راكي تحصلي على هذه كوم بيغي كيما نعملوا للظلمه تاع الشوفلوغ نفس الطريقه. اذا في هذا الوقت ناخذ الشوفلوغ هذاك اللي عملته نحطوه هنا ولازم نراقب في نفس الوقت الطاجين. راه يتقلى، نحرك نقلبه هكذا. والآن نضيف له الدرسان تاع الكرويه والثوم، نضيف له ونخليها تزيد شويه يتقلى بالكرويه والثوم هكذا. نحرك، من بعد نضيف الحميصه ونمرق. نحط الماء الكافي، ما نحطش بزاف، شويه فقط. حذاري الماء في الطواجن، لازم ندير فقط الشيء اللي لازم، خاصه الدجاج يطيب بسرعه. فوالا يكفي لارجومون. نخليها هنا ونغطي ونخليها تطيب، وهذا الوقت هذا نمشي نكمل الخدمه نتاعي نتاع الكوارات. اذا هاني حطيته هنا، نحط له شويه نتاع فلفل فقط باش ما تكونش صامت هكذا. ندير شويه فلفل هكذا، ونعمل له شويه تاع الملح هكذا، ونخلط هكذا، نخلط مليح. الملح ما تكتريش لخاطر غليناه في الملح. والان ناخذ البيض، نحط الفرينه حدايا، ناخذ البيض، ناخذ الصفار فقط، نكسر وندي الصفار فقط. نحط البياض ممكن نحتاجه، ولكن ما نخليش اكثر من نهار، نحتاجه لازم نستعمله، لخاطر لو خليته اكثر من يومين في الثلاجه ما لازمش. دونك ناخذ فقط صفار واحد ونشوف اذا كان يكفيني ولا ما يكفينيش، حسب الكميه اللي هي عندي. صفار واحد يكفيني. اذا كان عندك كميه كبيره تقدري ديري حتى 2 صفار. انا على حسب ما نشوف واحد برك يكفيني. هكذا نخلط الصفار هكذا. هنا بالنسبه للاخوات اللي حبوا يعطوه الكولور لهاد لي بولات يجوا شبان ثاني، ديروا عملوا شويه تاع كولورون اليمونتير جون اللي رانا نعملوه فيه، راهم يجوكم بسفوره هكذا. من بعد نحط امامي الفرينه والطبيسي
هاهو باش نحط فيه، فوالا نحط فيه شويه فرينه باش ما يلصقوش، خاطر نقليوهم ونبدا نحضر في لي بولات هادو نتاوعي. بسم الله ناخذ نستعمل يدي ندير بولات هكذا، راه ما ينفتحوا لكمش لا لا، فوالا هكذا نحطهم في الفرينه هكذا وما نقليوهمش بالخف باش ما ينفتحوا لكمش. جوستومون بعد اللي تعملوهم حطوهم في الثلاجه وخلوهم يقعدوا واحد ساعتين، واحد ساعه، ساعه ماشي اقل من ساعه، ساعه حتى لساعتين، مادام تخليهم مادام احسن، مادام راكي تحصلي على النتيجه نتاعك ما ينحلولكش كي تقليهم، وهكذا ما ينحلوش. هكذا هكذا تحطيهم على هذا الشكل هذا. نزيدو وحيده، فوالا ناخذ شويه برك، لازم يجوا كاع كيف كيف، ما نديروش وحده كبيره وحده صغيره. نرمدهم مليح في الفرينه هكذا بيد ما المرقه راهي طيب، ونراقب دائما المرقه نتاعي ما ننساش باش ما تنحرقليش الطاجين. فوالا ونحطهم هنا، نغطوهم بالبابي دالومنيوم باردون، ولا بابي الشي اللي عندك، ولا متي طورشون ولا حاجه، ونخلوهم نحطوهم في الثلاجه ونخلوهم حتى يحكموا رواحهم. بعد تقليهم عاديا، ما تنساش كي تقليهم تحطي دائما دو بابي ابسوربون باش تنحي هذاك الزيت. ومن بعد نقدموهم مع المرقه والدجاج. هذاك الطراف تاع الدجاج حمريهم، حاولي باش تحمريهم باش يجيك الصحن الشكل تاعه جميل. اذا نروحوا فاصل ونرجعوا لكم باش نكملوا معكم الكيفيه الثالثه. كل الكيفيات في ثلاثه ها هما امامكم. عملنا الكيفيه الاولى اللي هي ايمانسي دو بولي اللي راهم قدامكم،